بزاف من الشبيبه خلعوا في الفيديو الاول اللي درته وقال لك كيفاه محرك جديد وسياره جديده، وقلت لنا بلي المحرك تعب بزاف. اخي الكريم، انت كمتابع وراك تشاهد فينا في الصفحه سمير اش دي، رايح نقدم لك بعض النصائح اللي ما تلقاهمش في صفحه واحده اخرى. انت كصاحب سياره عندك هذا الموتور في الايسونس في النوفو، عندك 508 ولا 5008 ولا ما يهمش، عندك محرك 3 سيلان تي اش بي ولا اش دي بلو اش دي، هذاك الان 5 اش دي 130 شوفو، راه من نفس لي بروبليم يتعاودوا. دير في راسك اخي الكريم، هاد السيارات لو كان يصرى عطب صغير يطرطق لك لاكوروا ديستريبيسيون ولا راك رايح تخلصها غاليه وما يتستفلكش الموتور، ما تعيا تصرف عليه، يضيع لك بزاف صوالح، يطيح لك لابريسيون تاع لا بومبا الويل، يدخلك في المود ديغرادي، تروح لك اش بي، وكل قطعه غاليه بالبزاف، كل قطعه تحط عليها يدك رايح تخلص فوق 3 ملايين. هذا الموتور السيد هذا تعبو بزاف، قال لي راني صارف عليه بالبزاف ودي سيده. احنا كي لقينا له العاطب فينالمون لقينا له العاطب، وفينالمون على جال هذيك القطعه لقاها دير 16 مليون. قال لي نزيد شويه نجيب محرك باش تعرف باللي تخلصها غاليه، ماشي حاجه تاع زعاقه. انا نوصيك اخي الكريم في هذه المحركات، راه في جميع الماركات ماشي غير في البيجو، حتى في الفولكس فاغن وفي هاد الامور هادو. نوصيك عندك هذا المحرك يكون في علمك لاكوروا ديستريبيسيون بدلها كل 70,000. ماذا بيك تشري سياره جديده من فرنسا بدلها لاكوروا ديستريبيسيون، ما يقول لك السيد راني نبدلها ولا، لانه الدور في الزيت تطرطق، الا طرطقت لك رايحه دير لك مشاكل كبار. عندك علبه السرعه هذا الاوتوماتيك هذا الاو ا تي 8، عندك الفيدونج تاعه شاك 60 ميل، عند اللي يديروا فيدونج بواط اوتوماتيك روح دي او ا تي اف ريفيرونس تاعه ويديروا لك الزيت تاعها في ليكيمولي ولا في توتال ولا ما يهمش. عندك الكاتاليزر والاو جي ار كل 60 ميل والاو جي ار 80 ميل، كاتاليزر 60 ميل باش يكون عندك موتور نقي كيما راك تشوف فيه كيما هكا، ما يبقى لك لا لافويت تاع الزيت لا والو. وخطونا من التزيار، هذا بيجو ماشي كيما في الالمان، ما يستحملش تاع 240 250 مارغري يتمشى الله يبارك، مي التزيار ماشي مليح له. Stop